عايزين نعرف ايه سر اصابات مش لعيبه النادي الاهلي، اصابات لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب في كتافهم، لان المره دي مختلفه. والله بجد يا جماعه انا ابتديت خلاص اول ما بعرف ان في فقره توقف دولي بعرف ان في اصابه جديده للعيب من لعيبه النادي الاهلي. والفتره الاخيره بقينا تخصص كتاف، اي حد ماشي في الملعب بيتصف كتفه، وهموت واعرف الاصابه بتعرف منين ان دي مش رجل اللعيب ده كتفه. ولكن الحمد لله دائما وابدا قدر الله ما شاء فعل، وده نصيب ربنا. ولكن عاوز اتكلم على قصه الزملكاويه والبوستات اللي انتشرت بعد اصابه امام عاشور والشماته اللي ظهرت. طلع علينا بعض الزملكاويه همتانين في اصابه امام عاشور، وهنا الواحد مش هيتكلم كوره قد ما هيتكلم اخلاقيات. ومش هقولك ان ده كلام دين وكل الكلام ده، كلنا كبار وعارفين وواعيين ان ما ينفعش ان احنا نشمت في المرض، لانه ببساطه لا شماته في المرض. ولكن السؤال هنا، توصل بيكم المرحله ان انتوا طالعين بتدعوا على امام عاشور تقولوا له اللي انت ان شاء الله تكون زي مؤمن زكريا؟ فين؟ لا كده خلاص الموضوع كبر، كده انتوا فعلا محتاجين تتعالجوا، ان انتوا وصلتوا كده لمرحله كبيره قوي من المرض في عقولكم، فانتوا فعلا محتاجين تتعالجوا. فطلع علينا برضو بعض الزملكاويه تاني قالوا لنا ايه، ان الاهلاويه لما كان شيكابالا مصاب طلعوا كانوا فرحانين فيه. اي بني ادم على وجه الكره الارضيه بيشجع مين وطلع شمتان في مرض بني ادم فهو مريض. ماليش علاقه بقى اهلاوي ولا زملكاوي اسماعيلاوي، اي حد بيشمت في مرض واحد فانت انصحك اللي انت تروح تتعالج بسرعه، مفيش وقت. تعالوا نتكلم على قصة إصابة إمام عاشور، والإصابة فين تحديدا، ومدة الغياب اللي هيغيبها إمام عاشور عن الملاعب. مبدئيا كده هو إصابة إمام عاشور ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، الإصابة في النص ما بينهم والخلع ما بينهم. طيب إمام عاشور من المفترض إن هو إن شاء الله بكرة هيعمل عملية جراحية، وبناء على العملية دي إن شاء الله هيتحدد مدة غيابه. ولكن المؤشرات من دكاترة النادي الأهلي ودكاترة المنتخب بتقول إن مدة الغياب هتكون ما بين شهر ونص لشهرين. حد هيجي يقولي طب إزاي؟ ده الشناوي كان برضو خلع في الكتف وغايب من 5 شهور ل6 شهور، ورضا سليم كان آخر مرة خلع في الكتف وغايب 4 شهور. هقول لكم لأ، خلع الكتف درجات، والحمد لله ان امام عاشور اقل درجه فيهم. طبعا الف سلامه على امام. والناس اللي زعلانه عماله تقول الاهلي هيعمل ايه من غير امام ونص الملعب كده ضاع عندنا، احنا لسه كاسبين ال11 من غير امام والتسعه من غير امام، وياما كسبنا الزمالك وامام كان عندهم اساسا. انتوا ناسين اول ماتش الكولر في السوبر لما مسيو طاهر فرش امام في الارض، ده ظهره وجعه لحد دلوقتي. ولكن احنا نسينا اللقطه دي خلاص. بس انا بفكركم عشان محدش يطلع يقول لي هنعمل ايه من غير امام. دائما وابدا النادي الاهلي بمر حضر، امام موجود، منعم مش موجود، اديكوا شفتوا الشناوي غاب، مصطفى شوبير سداد، اي حد. والله دايما النادي الاهلي بمر حضر، انا خلاص خدتها قاعده في حياتي، فما تقلقوش على النادي الاهلي. طبعا اوعى اصابه امام عاشور تنسيكوا ان المنتخب امبارح كان حلويات، وان مروان عطيه الله اكبر عليه كان فظيع، وان امام عاشور هو اللي جاب لنا ضربه الجزاء. معرفش هو الحكم كان مستني ايه، الواد جاله خلع في كتفه وهو بيفكر يدي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء. ولكن امبارح المنتخب كان مؤشر كويس جدا لكابتن حسام حسن، والواحد كان مبسوط وفرحان وحاسس ان في روح. والله اللعيبه بتلعب بروح، حسام حسن عنده روح، واقف على الخط كده. وشفت لقطه عرفتني فعلا الفرق ما بين المدرب اللي بيكون من نفس البلد والمدرب اللي بيكون من بلد تانية، وتحديدا من المدرب المصري والمدرب الأجنبي. امبارح حسام حسن كان واقف على الخط بصوا متشقلب، وتعليمات وتوجيهات، وايه مدرب نيوزيلندا واقف بيضحك ولا كأنه خسران عادي مش في دماغه. فهو ده دايما الفرق بين المدرب المصري والمدرب الأجنبي. طبعا عندنا مباراة والنهائية بعد فوز المنتخب أمس. إن شاء الله النهائي هيكون يوم 26 الساعة 10 مساء على استاد العاصمة الإدارية. ان شاء الله البطولة دي تبقى مصرية علشان خاطر بس تبقى دفعة قوية لكابتن حسام حسن. النادي الاهلي هيلعب امتى عارفة؟ ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب يوم الجمعة القادمة مع سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. مباراة الذهاب هتكون في تنزانيا، مباراة العودة هتكون طبعا هنا في القاهرة. ان شاء الله هنعمل فيديو نتكلم فيه عن تشكيلة المتوقعة للنادي الاهلي، لكن نخلص المنتخب ونخش على النادي الاهلي والتشكيلة المتوقعة، وهنلعب بمين في وسط الملعب، وكل الكلام ده ان شاء الله هنعمله مع بعض. فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني والنادي الاهلي، وان شاء الله بطولة عاصمة مصر الادارية دي تكون مصرية، ودوري ابطال افريقيا وال12 اهلاوية.